السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم ال15 في دوره كتاكيت عيد الاضحى المبارك. طبعا زي ما قلنا امبارح ان احنا امبارح فصلنا بالميه النظيفه، ميه بدون اي اضافات خالص. النهارده ان شاء الله هنبتدي اول خلطاتنا او حاجه كده ايه يعني نعتبرها للبرد، الاحتباس الحراري. هي حلوه في الصيف، الحاجه دي ما بتتعملش غير في الصيف يا جماعه، ما ينفعش نعملها في الشتاء لانها هتبرد الكتكوت. دي حاجه كده منعشه للكتكوت، ولو عنده عطسه خفيفه، لو عنده احتباس حراري. طبعا احنا بنحطها كوقايه كمان، يعني مش بنحطها ان هو الكتكوت تعبان فبنضطر نحطها، لا احنا كمان بنحطها كوقايه. هي عباره عن ايه؟ بصوا يا حبايبي، دي ليمونه انا قطعتها بقشرها، وحطيت عليها حوالي ربع حزمه نعناع اخضر، وحطيت عليها كوبايه ميه وضربتها. تضربيها بقى في الخلاط، تضربيها في الهاند بلندر بالطريقه اللي تعجبك. ضربتها كده وهاخد بس منها الميه بتاعتها، يعني هصفيها هنا كده على الميه بتاعتي. كده بقى معانا احلى مشروب للكتاكيت بتاعتك في الجو الحر. وكمان الخلطه دي او المشروب ده بيتحط وقت الظهر كده، اللي هو الوقت اللي ما تبقى الشمس حاميه، تديهم كده انتعاش وبتخليهم يعني ايه ما يجيلهمش كمان برد. تيجي نسمي الله كده ونحط لهم الميه. بصوا كمان يا جماعه ريحتها بتخليهم يروحوا بسرعه على الميه، مع ان السقايه قدامهم كان فيها ميه قبل ما اصور على طول، انا لسه مفضياها. دي هنحطها لحد بالليل، وقبل ما تيجي مثلا تنامي وانت بتشقري عليهم كده بالليل ممكن تغيريها، لو لسه فاضل فيها غيريها، ما تسيبها لهمش فتره الليل، عشان فتره الليل بتبقى فيها سقوعيه شويه، فعلشان الكتكوت ما يتعبش مننا. دي بنحطها قد ايه؟ ممكن مره في الاسبوع، ولو هم عندهم برد ممكن مرتين في الاسبوع. لسه كده برضو احنا مكملين على العلف البادي. بكره باذن الله في اليوم ال16 هنوزن مع بعض وهنشوف لو الاوزان معانا جابت النص كيلو هنبتدي نخلط الباجي مع النامي. فبكره كده ان شاء الله هنبتدي الفيديو بتاع الاوزان. وهي الاوزان اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده الكتاكيت يعني صحتها حلوه واوزانهم كمان حلو. فان شاء الله انتظروا بس الحلقه بتاعت بكره. وحاجه تانية يا جماعه معلش قبل ما افصل الفيديو، طبعا انا من ساعه ما دخلتهم هنا البلكونه انا ما غيرتش النشاره. بصوا هي متوسخه ممكن بس ناشفه، يعني لو عملت كده الارضيه ناشفه ما فيهاش اي بلل، وكمان ما فيش ريحه، يعني انت وانت قاعده عندها او واقفه في المكان بتاعهم ما فيش اي ريحه. فما دام النشاره ناشفه تحتيهم وما فيش ريحه تخنقك انت كشخص، ما دام خنقتك انت هتخنق الكتكوت نفسه، هتتعب الكتكوت نفسه. فخلاص سيبيها، ما دام ناشفه تحتيهم سيبيها، ما تحاوليش تغيريها. طبعا لو اتبلت او بدات تطلع ريحه اللي هي الامونيا ديت لا لازم تغيريها على طول. فده كان الفيديو بتاعنا يا حبايبي، انتظروني بكره ان شاء الله في فيديو الاوزان. ويا ريت لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.